منذ 4500 سنة بني مبنى ضخم في قلب الصحراء بأحجار يزن الواحد منها أكثر من 2 طن، بدون معدات حديثة وبدون رافعة. إنه الهرم الأكبر. هل سأل نفسه أحد كيف قام الفراعنة برفع هذه الأحجار لارتفاع أكثر من 137 متر؟ وكيف تم وضع الأحجار بدقة مذهلة؟ ولا حجر واحد ليس في مكانه. هناك علماء يقولون إن الفراعنة كان لديهم علم متقدم جدا، علم ضاع مع الزمن. وهناك أشخاص آخرون يقولون لا، هذا ليس عمل بشري أصلا. الهرم الأكبر موجه ل4 جهات الكون بدقة لا تصدق، وموقعه الجغرافي يتطابق تقريبا مع مركز كتلة اليابسة على كوكب الأرض. هل هي صدفة؟ أم هناك شيء أعمق؟ بعض الناس يعتقدون أن الفضائيين ساعدوا الفراعنة، وآخرون يقولون إن الأهرامات كانت تولد الطاقة. ولكن الحقيقة ما زالت مدفونة بين الأحجار. الهرم الأكبر ليس مجرد قبر، بل هو رسالة من الزمن القديم لا تزال غير مفهومة كلياً.